بالضبط، هذا ما يُطلق عليه عُذر أقبح من ذنب، أو تبرير الغلط ببلوى، أي كلام فارغ، أنا فرحان، أنا مبسوط، ده هو المستوى الحقيقي لإعلام نادي الزمالك حاليًا وسابقًا آخر 5، 6، 10 سنين مثلًا، والإدارة بيبرروا الكارثة تضييع 6.000.000$ والنجم السوبر ستار اللي هم مش ما دفعولوش فلوس قديمة، وما كانوش عارفين يجددوا له أصلًا لإن ما كانش معاهم فلوس، وسوء الأداء أنا بابرر إيه يا جماعة؟ سوء الأداء الإداري وفشل مالي بإيه؟ بالكلام الفارغ اللي أنتم شايفينه ده. حلو، اتكلم كمان وكمان، هنقعد إحنا على الحيطة جنب الحيطة وهنتفرج على الزيطة. في ليالي السوبر مع الإعلامي يعقوب السعدي بان الفرق قوي بين إعلاميين بجد وإعلاميين على ما تفرج، وتخيل الإعلاميين اللي على ما تفرج دول هم المتحكمين في 90% من الإعلام الرياضي اللي بيخلي فيه فعلا قطبية ما بين الأهلي والزمالك في الإعلام في الكلام، لكن في الحقيقة في الواقع لأ. المشكلة بجد إن دول هم بيأثروا على فكر جزء كبير من جمهور الفرقتين بالتدليس بأي كلام بهجس الكلام. قال إيه الزمالك بطل الأبطال عشان كسب بيراميدز، طب الأهلي فاز عليك، أبقى أنا كده بطل السوبر وبطل الثلاث قارات وبطل دوري أبطال أفريقيا وبطل كل الحاجات دي؟ لا طبعا. ليه؟ أصل أنا عاقل، أنا أهلاوي، مش خالد الغندور وإعلام الزمالك، مش كله.